السلام عليكم متتبعي قناة مطبخ سارة، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا فيديو غنجبد معكم لي كيش مالحين بطريقة جد سهلة وكيجيو رائعين مذاقا وحتى في المنظر شهوة منهم. خليكم مع الفيديو باش تشوفوا من الاول حتى الاخر طريقة التحضير ديالنا وشنو المكونات اللي استعملنا في هاد لاغوسيت هادي. بالنسبة للمكونات لي كيش غيكونوا غير بالخضرة، كيجيو فنين وواعرين والمذاق ديالهم واعر بزاف. اول حاجه عندي هنايا جوج ديال البوروات، عندي دنجاله وحده، جوج ديال لي كورجيت، لي زيبيناغ، وعندي جوج فلفلات. الكورجيت القرعه الصغيره والبورو والدنجال كلشي كنقطعو بهاد الطريقه هذه صغيره، وكندير لهم شويه الزيت المائده مليحه والابزار فقط ونخليهم يطيبوا. ملي كيطيبوا هنا كطيح ليا بعدا يطيح ليا الخضره كامله كطيب ليا، يعني الدنجره حتى هو دغيا كيطيب صافي. ملي كيطيحوا الخضره كامله يعني كتدخل طيب كنزيدو على لي زيبيناغ، ما كنديروش الماء نهائيا حيت الخضره كتلقي لنا الماء ديالها، وحتى لي زيبيناغ معروف عليهم انهم كيطلقوا الماء. هنا كنضيف جوج معالق ديال الجبن، درت انا الجبن. كيبقى عندكم كيف قلت لكم كيبقى عندكم الاختيار يا تضيفوا الجبن يا انه تخليوه هكاك. بالنسبه لاباغاي اكيش، لاباغاي اكيش كنحتاجوا كاس ديال الحليب دانون مسوس، علبه دانون مسوس، او من الاحسن تكون عندنا الكريمه. انا معليش الكريمه درت غير حليب ودانون مسوس، شويه ديال الملح والبزار، شويه ديال الربيع، وكذلك غنضيفوا واحد البيضه كامله. قطرات من الحامض كما كتعرفوا لاباغاي فيها البيض وكتجي شويه لاباغاي فيها الزفوره الا ما درناش الحامض كيحيد لنا الزفوره. هادو اللي كيش ديالي انا اللي كنكون ديجا درتهم في الكونجيلاتور، كنصاوبهم قبل وكندير في الكونجيلاتور، وقت ما بغيت نصاوبهم كناخذ لا كونتيتي اللي غادي ندير كنبدا نعمر. كندير لهنايا لافارس ديالي، لافارس هي اللي خضراء مع الجبن. ودابا كنديروا لاباغاي ديالنا، لاباغاي اكيش اللي معروفه هي اللي كتدينا اللي كيش ديالنا صراحه كتجي رائعه جدا. هاد اللي كيجيو بنانين بزاف صراحه. وهنا غادي نضيف كاضافه كنضيف الجبن الاحمر. انا درت فرماج حمر، ممكن ديروا الموتزاريل او ديروا داك الفرماج طرونش هو كيجي زوين. كندخلهم الفران يتكراتيناو لينا وبصحه والراحه. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه وقت شحال لمده الفرن حتى كيطيبوا لينا وكنبانوا لنا، يعني ممكن تاخذ حتى نص ساعه. وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى انه ينال اعجابكم. بارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم وصحابكم. الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده في مطبخ ساره. دمتم في رعايه الله وحفظه.